اوعى تخلي مراتك تعمل الغلطة دي عشان هتكلفك فلوس كتير قوي. تعال اقولك، تعال. اغلب ستات البيوت الحماس بيجي لهم فجأة في حملات التنظيف، تقوم داخلة على المطبخ او الحمام عشان تقرر انها تلمع الجرانيت او الرخام. وهنا بقى الكارثة، الكلور او الاحماض وجميع مواد التنظيف المصنعة ما ينفعش يتنضف بها الرخام او الجرانيت، حتى السيراميك، رغم انه مصنع ومعالج. بس المواد دي ممكن تسيب علامات واحيانا بتنقر. والسؤال يعني ما ننضفش؟ لا يا ست الكل، نضفي وكل حاجة، بس بمواد تانية مخصوصة. ويا ريت بلاش الخلطات السحرية اللي على بعض القنوات اللي بتجذب مشاهدات بالاشتغالات. الحل في مواد بتتباع عند اي موان، ومنها الشمع اللي خاص بتلميع الرخام والجرانيت. وطبعا الرخام والجرانيت سواء راكب مطبخ او حوض او ارضيه، كل حاجه ليها في تلميعها ماده معينه ومكان معين. يعني من الاخر الحماس والاجتهاد ده ممكن يشوه منظر ويكلف فلوس، في حين ان ممكن شركه تعمل لك الحاجات دي بسعر اقل وبجوده افضل. ولو عايزني اساعدك ابعت لي رساله وهتواصل معاك عشان الحقك واقول لك